اذا ما يجيوكش لي كراب سالي محمرين كامل كيما هكا ما تسييش خلاص تقنعيني بلي تعرفي ديري لي كراب. اروحوا معايا اليوم نعطيكم سر التحميره ونديروهم محشيين بابن حشو يجي مشخشخ وبزاف بنين. في بول نفرغ زوج كيسان حليب مع زوج حبات بيض، ندير مغرف كبيره سكر مهمه مع رشه ملح فلفل اسود وشويه نعناع، نخلطهم ونروح نذوب زوج مغارف كبار من زبده الراعي واللي هي زبده طبيعيه 100%. راح تمد لي واحد البنه في الكراب، ذوبتها زدتها للخليط خلط وجمعت بالفارينه. مادام درنا 500 غرام حليب نديرو 250 غرام فارينه، نخلط شويه بالبراميكسور ونخليها ترتاح. في هذا الوقت نوجد الحشو ونقلي حبه بصل في شويه من زبده الراعي، ومن بعد نزيد الدجاج اللي كنت قطعته مع توابل الدجاج والملح، نقليهم مليح ونزيد عليهم لا كريم فريش مع الجبنه الطري اللي عندك وشويه معدنوس ونخليهم يتجمروا مع بعضهم. واهم سر باش يجيوكم لي كراب محمرين مليح انكم تمسحوا مليح الزبده بالمقله، ما تخليو حتى نقطه، ولازم تكون النار سخونه بزاف. وهكا نطيب الحبيبات نتاعي حتى نكملهم كامل وشوفوا لي كيفاش يجيو خفاف فريشه. هنايا ما بقى لي غير نعمرهم، حطيت فرماج سلايس مع الحشو اللي درتو، زدت شويه موزاريلا ولفيتهم كيما راكم تشوفوا، وما بقى لي غير نحمرهم باش يجيو يقرمشوا في نفس المقله. حطيت شويه من زبده الراعي وحمرتهم مليح وكانوا واجدين. هاد الوصفه بالذات لازم تخبيها عندك باش ديريها للعشاء باسكو تقتل. وهذا ما كان.